في الحلقة اللي فاتت سألنا سؤال صعب، لو مشروعك محتاج إعادة تصميم هتكمل فيه ولا توقف؟ بس الحقيقة الأصعب إن في مشاريع مش محتاجة تتصلح، محتاجة تتساب. وإمتى نوصل للنقطة دي؟ قدامك نفس المشروع، ضغط عالي والعائد أقل من المتوقع وشغال بقاله فترة، فأنت قدام 3 قرارات. أول حاجة تكمل وتضغط أكتر على أمل يتحسن، تاني حاجة تعيد هيكلة المشروع وتصغره، تالت حاجة توقف المشروع وتخرج بأقل خسائر. وزي ما اتعودنا معانا 5 ثواني، استنى إجاباتكم في التعليقات، اكتب 1 أو 2 أو 3. اول قرار تكمل وتضغط اكتر، وده القرار العاطفي. انت بتقول انا استثمرت ودفعت فلوس كتير ومستحيل اسيبه. بس في نقطة خطيرة هنا، انت بتزود الاستثمار في نموذج ممكن يكون فاشل من الاساس. كل شهر بتكمل فيه ممكن يكلفك اكتر من اللي فات، وده اسمه فخ التكاليف. تاني قرار اعادة هيكلة وتصغير المشروع، وده قرار عقلاني. انت هنا مش بتستسلم، انت بتعيد توزيع الموارد. ممكن تقلل منتجات، تقفل فروع وتركز على الجزء المربح فقط. الميزة ايه هنا؟ انك بتدي للمشروع فرصة تانية وبشكل اذكى. طب العيب ايه؟ مش دايما القرار ده كفاية لو المشكلة اعمق. تالت قرار معانا توقف المشروع وتقفلها وتخرج، وده اصعب قرار لكن احيانا احسنهم. انت هنا بتقول انا هوقف الخساره واحافظ على اللي باقي. طب ايه الميزه هنا؟ انت بتحمي نفسك من خساره اكبر لا قدر الله. بس العيب هنا ايه؟ ان القرار ده صعب نفسيا وبيدي احساس بالفشل عند كتير من الناس. خلي بالك، مش كل مشروع بدأته لازم تكمله. النجاح مش انك تكمل كل حاجة، النجاح انك امتى تعرف توقف الحاجة الغلط. صاحب المشروع العادي بيتمسك بالمشروع، لكن المستثمر الذكي بيسأل هل المشروع ده يستحق وقتي وفلوسي ولا لا. وهنا نيجي لسؤال مهم، لو قررت تكمل او تبدأ من جديد، ازاي تتجنب نفس الاخطاء من الاول؟ وده هيكون موضوع حلقتنا الجايه. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.